يا جماعه اي حد معاه ايفون الفيديو ده هيهمك جدا. شركه ابل خلاص هتعلن قريب قوي عن اي او اس 18. شركه ابل بقى كانت قايله من فتره ان اي او اس 18 ده لما ينزل هتلاقي فيه شويه مميزات انت بجد هتفرح بيها كمستخدم للايفون. فتعال اعرض لك بقى فيديو كده لاهم المميزات اللي ممكن تبقى موجوده في اي او اس 18. اول ميزه جديده ممكن تنزل في اي او اس 18 وهي تغيير الايقونات اللي موجوده في لوك سكرين. يعني شاشه القفل بتبقى بره دي بيبقى فيها ايقونتين فلاش وكاميرا، بقى ممكن انت تغيرهم عادي من جوه الجهاز في الاعدادات. الميزه الثانيه وهي ميزه كده بتقول لك ان انت ممكن تسحب اي حاجه من الكنترول سنتر اللي فوق زي الواي فاي بقى، الاير بلاي مود. ودلوقتي وصلنا للميزه اللي كل الناس مستنياها وهي ميزه تقسيم الشاشه. يا جماعه خلاص هيبقى في تقسيم شاشه في الايفون. ازاي يعني؟ دلوقتي ان شاء الله مع اي او اس 18 الجديد هتقدر ان انت تقسم الشاشه لقسمين، اي ابلكيشن فوق اي ابلكيشن تحت زي تليفونات الاندرويد اللي نازله فيها من زمان. الميزه اللي بعد كده وهي ميزه الريموف اوبجكت. بقيت دلوقتي تقدر في الايفون ان انت في اي صوره تحدد اي عنصر او اي شخص تقدر ان انت تمسحه وتشيله من الصوره والصوره تطلع بيور كده من غير ما تعملها بقى ببرامج والكلام ده كله. بقت متاحه ان انت تعملها من الايفون بس. وبس كده، دي كانت اهم